انا شفت فيلم اسد، فهل هو عظيم قوي كده زي ما بيقولوا؟ الحقيقة يا جماعة الفيلم جامد جدا، ممتع قوي، مؤثر عاطفيا. يعني انا طالع من الفيلم متكيف ومصدوم. كادرات ومشاهد ايقونية جديدة على السينما المصرية، فهي تجربة سينمائية اضمن لك ان انت هتتبسط بيها. صراع الفيلم بين العبيد والاسياد شيق جدا، حاجة ممتعة، هيخليك مشدود طول الفيلم وعايز تعرف ايه اللي هيحصل في الاخر، مين اللي هيكسب. ولكن بعض المشاهد الايقونيه دي لو جيت تبص وصلنا لها ازاي هتلاقي الموضوع مش منطقي قوي. مشهد النهايه عظيم كبير جدا مؤثر، حاجه ما شفناش زيها قبل كده، بس وصلنا له ازاي هتلاقي الموضوع كان ممكن نتفاداه عادي. في مشاهد كان ممكن تاثر فيا اكتر من كده بكتير لدرجه العياط لو بس منطقيه شويه ومقنعه. شخصيه اسد هي افضل اداء في تاريخ محمد رمضان، بما فيهم الاسطوره. مشاهد صعبه جدا عملها حلو وكاريزما كده، وعارف يوصل لي مشاعر كتير واثر فيا. الفيلم بيتكلم عن ثوره للعبيد بقياده اسد بعد ما شافوا في حياتهم كل انواع الذل والاهانه. الثوره دي مليانه معارك وتضحيات كبيره جدا، تقلبات يمين وشمال، مشاهد شاعريه وحزينه بالجمله. كامل الباشا واسلام مبارك ومصطفى شحاته عاملين ادوار حلوه جدا. علي قاسم بصراحه كنت متوقع منه اكتر من كده بكتير، خصوصا ان هو الشرير رقم واحد في الفيلم. انا عارف هو هيستفزك وهتبقى عايز تضربه، بس ده عشان الافعال اللي هو بيعملها المكتوبه، لكن انا ما حسيتوش ضاف للدور قوي كرياكشنات او حاجه. شخصيته كانت محتاجه تفاصيل اكتر شويه، غير علاقته بامه الغريبه، انا مش عارف دي ازاي امه اصلا، هو اكبر منها ب5 سنين في الحقيقه. رزان جمال بالنسبه لي هي افضل اداء في الفيلم كله، ودي مفاجاه بصراحه يا جماعه جباره مش طبيعيه فعلا. في ناس كان بسهوله ممكن تموت كذا مره، ولكن احنا ما بنموتهمش، بنخليهم عبره لمن يعتبر. اول ما تسمع عبره لمن يعتبر دي اعرف ان الترابيزه هتتقلب على طول. عبقريه موسيقى هشام نزيه يا جدعان، الراجل ده مش طبيعي والله. حط اقل مشهد في الدنيا عليه الموسيقى بتاعته هتلاقيه بقى مشهد عظيم. تصميم معارك ومشاهد اكشن جامد جدا وممتع الحقيقه، بس شفت زيه قبل كده؟ اللي ما شفت زيه قبل كده بجد الصدمات، يعني جرأة مش طبيعيه. في مشاهد صعبه جدا وصادمه معموله باتقان شديد، يعني حاجه مبهره، حاجه تقوم تسقف لها. الديكورات والهدوم والاماكن اللي بنصور فيها مبدعه، معيشاني اجواء الحقبه دي جدا. في مشهد قاسي جدا انا زعلان ان انا ما عرفتش اتاثر بيه، بس عشان معمول بالاي اي وباين انه معمول بالاي اي فده مش هيأثر فيا. ففيلم اسد فيلم تقيل جدا ممتع وصادم، بس فيه شويه مشاكل بسيطه، عشان كده تقييمي ليه هو 8.5 من 10. فبس ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس هل انت شايف محمد رمضان يفضل ماشي في السكه دي ولا يرجع للمسلسلات تاني.